تغيرات كتير جدا هتقابلك في شغلك وانت مهندس. يعني مثلا لو انت مهندس صيانه، فانت النهارده في مصنع، بكره في مصنع تاني. المصنع النهارده فيه عدد معين من خطوط الانتاج، بكره عدد خطوط الانتاج ديت زادت، او الموقع فيه معدات معينه وزاد عدد المعدات. فانت كل شويه في تغيرات، قدرتك على التاقلم مع التغيرات دي بنسميها الادابتابيلتي، ودي مهاره مهمه ليك جدا كمهندس. المهاره دي برضو ليها 5 مستويات، واحده واحده كده هنتكلم عن كل واحد. في المستوى الاول انت بتتقبل فكره التغيير، انت مش بترزست التغيير، انت قابل ان التغيير ده هيأثر على الشغل بتاعك، وتحاول تفهم ازاي ان التغيير ده هينعكس على اهدافك وعلى شغلك. انت بتحاول انك تفكر قبل ما تنفذ، والامور اللي مش واضحه بالنسبه لك بتحاول انك تسأل عنها. في المستوى الثاني انت بتشوف انا المفروض اغير ايه في سلوكي عشان يناسب التغيير اللي حاصل عليا ده. انا ازاي بشوف سلوكياتي واسال انا ايه محتاج اغيره في شخصيتي عشان اكون شخص فعال بشكل احسن. في المستوى الثالث انت بقيت قادر انك تتعامل مع التغيرات، انت بتتقبلها بشكل سهل جدا. انت في نفس الوقت بتدور على الفرص اللي انت ممكن تعمل فيها تغيير، وشايف ان التغيير ده فرصه، مش شايفها ان هو عبء او لود عليك. في المستوى الرابع بقى انت بتتأقلم مع تغيرات كتيره ومعقده بشكل كبير، وقادر انت الشخص اللي بيدور اصلا على فرص التغيير عشان يحسن الاداء ويرفع من كفاءة الفريق بتاعك. انت هنا اتنقلت من شخص بيتأثر بالتغيير الى شخص هو اصلا اللي بيخلق، وشخص هو اللي بيقود اصلا حملة التغيير، ايمانا منك ان التغيير ده معناه اداء جديد واداء افضل. في المستوى الخامس انت بتتوقع وبتتنبأ التغيير اللي هيحصل في المستقبل، وتحط لنفسك خطة استباقية عشان تخلي نفسك متأقلم على التغيير قبل ما التغيير اصلا يتم وقبل ما التغيير يحصل. المهارة الخاصة بالتأقلم دي مهارة مهمة جدا. لو انت جيت بصيت عليها هتلاقي ان انت محتاج ادوات كتير تساعدك عشان تقدر تتأقلم فعلا. المهارة دي هي الكونتينيوس ليرنينج، وهي دي اللي احنا بنتكلم عنها الفيديو الجاي، واللي هتساعدك جدا انك تتأقلم.